بودكاست معرفة، حلقة جديدة ولكنها استكمال لحلقة قيمة جدا اتكلمنا فيها مع معالي المستشار محمد السعيد عن قانون العمل. النهارده معالي المستشار هيقول لنا جزء مهم جدا، واحنا كنا ختمنا بسؤال المرة اللي فاتت مع معالي المستشار. احنا اتكلمنا عن الرجالة واتكلمنا بشكل عام، النهارده بقى هنتكلم عن اخواتنا الستات. اهلا وسهلا. ازيك يا معالي المستشار؟ صح يا استاذ احمد، اهلا وسهلا. لقاء عودا جديد حميدا يا وحاجة سعيدة جدا لينا ان احنا نبقى مع حضرتك مرة تانية. انا اسعد بحضرتك واهلا وسهلا باخواننا المشاهدين. وبالنسبه للمراه العامله اخواتنا الستات اخدين حقوقهم وتالت ومتلت زي ما بالظبط، بيتقال. طبعا هم اخدين حقوقهم زي ما احنا بنقول. ايه بقى هي الحقوق؟ والقانون الجديد طبعا ضمن للمرأة العاملة حق، يعني أنا أعتقد أنه ما فيش بعد كده. يعني المرأة العاملة لها كل الحقوق وعليها أيضا واجبات، زي ما قلنا في اللقاء السابق. الإنسان حينما يطلب حقه يؤدي ما عليه من واجب. المرأة العاملة أنا من وجهة نظري أرى أن أول ضمانة من ضمانات حقوق المرأة العاملة في ظل أحكام القانون الجديد 14 أنه صاحب العمل بيلتزم إذا كانت تعمل لديه عاملة واحدة أن يضع لائحة لتشغيل النساء، أو بما يسمى قواعد عامة ونظام عام لتشغيل النساء. وهذا الالتزام الذي فرضه قانون العمل على صاحب العمل هو التزام من خلاله لن يستطيع صاحب العمل أن يضيع حق المرأة بأي صورة من الصور. قواعد تشغيل المرأة هي قواعد عامة نظمها القانون، وضع لها اعتبارات معينة بيلتزم بها صاحب العمل كل الالتزام، حتى أنه ألزم صاحب العمل إذا كان لديه عاملات يعملن ولديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني تعمل بنظام العمل عن بعد، وهذا النظام أقره قانون العمل الجديد كما سبق أن نوهت في الحلقة السابقة، لم يكن موجودا من ذي قبل في جميع قوانين العمل السابقة. المرأة العاملة التي تعمل وتحرص على رعاية أبنائها وتلبية احتياجاتهم لابد أن يكون هناك قواعد عامة تحدد ساعات العمل وتحدد مواعيد العمل بالنسبة للمرأة التي تعمل عن بعد أو تعمل عمل مرن وترعى أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الأقسام. الضمانة الثانية، المرأة العاملة تحصل على أجازة وضع مدتها 4 أشهر. كنا في القانون السابق بتحصل على أجازة لمدة 90 يوم. العاملة بمساواتها بالعاملة في الحكومة والقطاع العام تحصل على أجازة وضع مدتها 4 شهور. هذه الأجازة تسبق الوضع بفترة وتلي الوضع ب45 يوم. معنى هذا أن أجازة الوضع اللي بعد ما يحدث الوضع لابد أن لا تقل عن 45 يوم حرصا على صحة المرأة. شريطة أن تقدم المرأة العاملة لصاحب العمل خطابا رسميا أو طلب رسمي بأنها ترغب في الحصول على أجازة وضع، وتحدد في هذا الطلب التاريخ المتوقع أو التاريخ المحتمل الوضع، مرفق بتقرير طبي من طبيب متخصص يقول إنه الوضع هيتم في يوم كذا بتاريخ كذا، وليس لصاحب العمل سلطة رفض هذه الأجازة بأي حال من الأحوال، لأنها أجازة مصرح بها قانونا ومقررة قانونا. تحصل العاملة على هذه الأجازة لمدة 4 شهور، وتكون هذه الأجازة على مدار 3 مرات طوال مدة خدمتها بالشركة. يعني ما تزيدش فرصة الحصول على أجازة وضع للمرأة العاملة عن أكثر من 3 مرات. كانت في قانون عمل 12 مرتين، دلوقتي 3 مرات. خلال هذه الأجازة حقوقها المالية مدفوعة بالكامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف الأجر المستحق للعاملة خلال أجازة الوضع دون انتقاص. الحتة دي هنتكلم فيها شوية، معلش النهاردة مش كل الأماكن بتحط الأجر التأميني هو الأجر الكامل، بمعنى أنا ممكن يكون متأمن عليا ب4000 جنيه وأنا الراتب بتاعي مثلا 8000 جنيه، فهو بيأمن عليا برقم وبيعمل الرقم التاني. المرأة في حالة الحصول على أجازة الوضع تحصل على تعويض بالأجر الكلي من صاحب العمل، ويستقطع من الأجر المستحق للعاملة خلال هذه الأجازة ما يجب أن يتم سداده للتأمينات الاجتماعية من الاشتراكات. معروف أن مرتب العامل أو العاملة في نسب اشتراك تأمينات اجتماعية بتدفع للمرأة العامل وتدفع للرجل العامل فعلا، اللي هي 11% حصة العامل و18 75% حصة صاحب العمل. صاحب العمل خلال أجازة الوضع، لأن احنا بنسميها في القانون أجازة مدفوعة الأجر، يبقى العاملة بتاخد أجازتها بالكامل. صاحب العمل يستقطع من الأجر
الكلي المستحق للعاملة خلال فترة الأجازة قيمة اشتراك التأمينات المسددة عنه. ولا يجوز لصاحب العمل بأي حال من الأحوال أن يفصل المرأة خلال أجازة الوضع أو ينهي عملها خلال أجازة الوضع أو بعد أجازة الوضع عودتها للعمل، لأن القانون الجديد أقر للمرأة العاملة أيضا يا أستاذ أحمد إن هي بعد ما تنتهي أجازة الوضع وترجع لعملها تاني لها أن تعود إلى عملها الأصلي بنفس المزايا التي كانت عليها قبل أجازة الوضع. فإذا لم يكن هناك عمل أو أنسب العمل إلى عاملة أخرى لظروف العمل أو لظروف الإنتاج مفيش مشاكل، يبقى يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة أن يوجد للعاملة بعد عودتها من أجازة الوضع عمل مناسب أو عمل يماثل العمل الأصلي دون انتقاص من حقوقه. فإذا لجأ صاحب العمل إلى الفصل التعسفي خلال فترة أجازة الوضع يحق للمرأة العاملة تعويضها وفقا لأحكام القانون. معالي المستشار، النهارده في حتة برضو كنا حابين نوضحها بخصوص حق المرأة في لو النهارده المنشأة فيها أكتر من 100 ست مثلا، لازم النهارده هتلاقي كل واحدة معاها عيل، بقى هنعمل إيه؟ لا طبعا القانون أقر بأنه لابد أن يكون هناك دار حضانة للمرأة التي تعمل في منشأة بها 100 عاملة. لابد أن يكون هناك دار حضانة وتكاليف دار الحضانة يتحملها صاحب العمل على نفقته الخاصة. هذا أمر أقره القانون. طب ولو ما عندوش مكان يعمل؟ يأجر مكان، يجيب مكان آخر. هو عنده 100 عاملة وعندهم أطفال، لا القانون ألزمه بأنه يجيب مكان يخصصه يبقى دار حضانة لأولاد العاملات علشان يبقوا مطمئنين وهم شغالين إن أولادهم في أمان وبيلقوا الرعاية الكاملة والعناية الكاملة، ويتحمل صاحب العمل نفقات هذه الدار، سواء كانت دار منشأة يعني هو أنشأها لحسابه الخاص أو هو قام باستئجار مكان آخر خصصه كدار للحضانة. يتحمل صاحب العمل تكلفة هذه الدار ويتحمل نفقات هذه الدار بتأسيسها ويتحمل أجور ورواتب المربيات اللي هم دادات اللي هم هياخدوا بالهم الأطفال وقت العمل. هذا أمر موجود في قانون العمل. أنا مش عايز أتكلم عن نص المواد لأن حضرتك قلت لي المرة اللي فاتت نخلي الموضوع بسيط شوية، الموضوع بسيط حتى يعني إن المشاهد ما يزهقش من كثرة المواد القانونية. أيضا عايز أكلم حضرتك بالمناسبة إن المرأة العاملة لها الحق إن هي تحصل على وقت لرضاعة أطفالها إلى جانب ما يحصل عليه العمال. طبعا احنا عارفين ان قانون العمل اقر ان كل العمال ذكور واناث بيحصلوا على فتره راحه مدتها ساعه. مش 8 ساعات؟ لا هي ساعه، ده 8 ساعات تشغيل. ما احنا نريح ال8 ساعات ونشتغل ساعه. هي ساعه مدفوعه الاجر. مظبوط. الى جانب هذه الساعه التي يستفيد بها جميع العاملين بالمنشاه، المراه ايضا التي ترضع اطفالها في السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، يعني السنتين اللي ورا الوضع مباشره، لها الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، يعني مجموع الفترتين ساعة نص ونص، ولها الحق أن تضم هاتان الفترتان إلى فترة الراحة المقررة لزملائها من عمال المنشأة. يعني ليها مدة سنتين ساعة رضا بالضبط كده. ولكن هناك ضمانات انه يكون هناك فعلا التزام بهذا الامر، فاذا انتهت فتره الرضاعه قبل اتمام هذه الفتره تعود العامله الى عملها مره اخرى، او لا قدر الله توفى الطفل تعود العامله الى عملها مره اخرى، وعدم عودتها الى العمل في هذه الحاله يعتبر غيابا غير مبررا ويحق لصاحب العمل اتخاذ الاجراءات القانونيه لفصلها من العمل. طيب النهارده معالي المستشار ممكن نتكلم عن الجزئيه الخاصه برعايه الطفل، هل ليها انها تاخد اجازه رعايه طفل او حاجه؟ طبعا يا فندم القانون كفل للمراه العامله الحصول على اجازه لمده 2 سنين لرعايه طفلها بدون اجر، شريطه ان تلتزم هذه المراه بسداد حصة العاملة اللي هي حصتها وحصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، وتحصل على أجازة لرعاية الطفل مدتها 2 سنين، شريطة أن تكون المرأة التي تطلب هذه الأجازة أن تكون قد أمضت في خدمة صاحب العمل 1 سنة على الأقل، وأن يكون عدد العاملين بالمنشأة 50 فأكثر حتى لا يتعطل العمل، وتكون هذه الأجازة 3 مرات طوال مدة خدمتها، وأن يكون الفارق ما بين الأجازة الأولى والثانية 2 سنين على الأقل. بنحقق التوازن بين مصلحة المرأة العاملة وبين مصلحة رب العمل أو صاحب العمل. هتاخد الأجازة لمدة 2 سنين، شريطة أن تكون أمضت في خدمة صاحب العمل 1 سنة على الأقل، وأن يكون ما بين الأجازة والأخرى 2 سنين على الأقل، ولها الحق أن تقطع هذه الأجازة لأي سبب من الأسباب. الأخ المستشار شوقي المليجي أحد المستشارين أو أحد المفكرين المتفقهين في التشريع العمالي كان بيؤكد أنه
المرأة إذا كانت لديها الرغبة في العودة إلى العمل، وأنها رأت أنها في أمس الحاجة إلى العودة إلى العمل وصرف أجرها لمساعدها في حياتها وفي معيشتها، لها الحق أن تقطع هذه الإجازة وترجع إلى عملها مرة أخرى دون أن يكون لصاحب العمل حق الاعتراض في هذا الأمر. أيضا ضمن الضمانات اللي كفلها قانون عمل المرأة إن المرأة من حقها إن هي تقدم استقالتها من العمل، تنهي عملها إما بسبب زواجها أو بسبب إنجابها أو بسبب الحمل. في 3 مناسبات المرأة من حقها تنهي العمل برغبتها وبموافقة صاحب العمل. طبعا بتقدم استقالتها لصاحب العمل شريطة أن تقدم هذا الطلب لصاحب العمل قبل الاستقالة أو قبل إنهاء العمل ب3 أشهر، ولصاحب العمل أن يستجيب لهذا المطلب. ننتقل من المرأة بشكل عام بقى، هنتكلم عن زي سؤال وجواب كده. النهارده أنا هستقيل، كنت بكتب ورقة وأديها لصاحب العمل، دلوقتي الوضع اختلف. لا، الوضع اختلف طبعا. إزاي؟ الوضع اختلف طبعا في قانون عمل 14 لسنة 2025. إيه بقى اللي المفروض أعمله؟ المادة 167 اتكلمنا. انا برضو هتلاقيني بقول المواد، يعني هي لازم عندي بقى خلاص انا درس قانون. فالماده 167 بتتكلم على انه العامل حينما يتقدم باستقالته لصاحب العمل هناك مبدا هام يجب ان نراعيه، وهو ان العامل حينما يتقدم باستقالته من العمل لابد ان يتقدم باستقاله تناسب ظروف العمل. يعني العامل من وجهه نظره قد يرى ان من مصلحته تقديم الاستقاله حالا مهما كان صاحب العمل بيمر بظروف. لا، صاحب العمل عنده ظروف انتاج، في طلبيه طبعا، في خط انتاج احنا ضاغطين، في صاحب العمل بيواجه ضرورات عمل غير عاديه يعني بنسميها ظروف استثنائيه، في اعمال جرد سنوي، في اعمال مبيعات، في امور تحتاج الى تكاتف وتضافر كل جهود العمال من اجل انجاز العمل المطلوب. يجب على العامل حينما يتقدم باستقالته ان يتقدم باستقالته في ظروف تناسب العمل، مش تناسبه هو، تناسب العمل. الاستقاله في ظل احكام القانون الجديد لها وضع اخر مختلف عن السابق. هناك نموذج معتمد من وزارة العمل، نموذج استقالة. العامل بيكتب بيانات في الشركة ولا في مكتب العمل؟ سيان بيكتب في الشركة. هو يفضل انه يقدم استقالته في الشركة الاول. ادارة الموارد البشرية بتديله نموذج مطبوع جاهز، يملى النموذج بتاع الاستقالة ويطلع على مديرية العمل، يعتمد هذا النموذج ويعود به مرة اخرى الى صاحب العمل لاتخاذ القرار النهائي باعتماد الاستقالة في فترة لا تتعدى 10 أيام. فإذا قرر صاحب العمل التوقيع على الاستقالة بالموافقة لابد أن تكون هذا التوقيع في فترة زمنية المحددة وفقا لأحكام هذه المادة، وهي 10 أيام من تاريخ تقديم العامل لهذه الاستقالة. بعد فوات الفترة دي إذا صاحب العمل ما خدش قراره تعتبر الاستقالة نافذة ومقبولة. وبعد ما العامل تعتمد استقالته وتسوى مستحقاته المالية يرجع مرة أخرى إلى مديرية العمل تسجيل هذه الاستقالة في السجل المعد لهذا الغرض. إذن الاستقالة أصبحت بضوابط معينة بمستندات قانونية معينة، وللعامل أيضا كنوع من أنواع الضمانات إنه يعدل عن الاستقالة. يعني بالعربي كده يرجع في كلامه أستاذ أحمد، أنا قدمت استقالتي تحت ضغوط مادية وتحت ضغوط نفسية أو اجتماعية أو أي ضغط من الضغوط، أو كنت متوتر لسبب من الأسباب، وأنا عايز أرجع في كلامي تاني. ما يخافش وما يقلاش، يرجع في كلامه تاني. خلال قد ايه؟ خلال 10 أيام حتى لو تم قبول الاستقالة يرجع في كلامه تاني. كنا زمان بنقول في خلال 7 أيام، لا دلوقتي زودناها 3 أيام، يبقى 10 أيام العامل ممكن يرجع في كلامه. وصاحب العمل يجب عليه انه يمتثل لطلب العامل ويقبل عودته الى العمل مرة اخرى، والا يعتبر عدم قبول عودة العامل خلال هذه المدة وقبل انقضائها بمثابة فصل تعسفي من صاحب العمل. طب انا لو حصل بقى معايا فصل تعسفي ايه بقى اللي المفروض اعمله؟ وصلنا الى نقطة الفصل التعسفي. طبعا الفصل التعسفي في قانون عمل 14 اعطى ضمانات اكثر من ذي قبل. العامل حينما يفصل فصلا تعسفيا ويرى ان هناك اسباب قوية للفصل من جانب صاحب العمل، اذا كان العامل اخطأ خطأ جسيما يعاقب بالفصل، فلا بد ان يعي العامل ويفهم جيدا ان هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه ضد صاحب العمل وضد مصلحة العمل يستوجب معه الفصل. والفصل في هذه الحالة لا ينسحب عليه قول فصل تعسفي، إنما الفصل التعسفي اللي هو بيبقى من جانب رب العمل دون إبداء الأسباب والمبررات لهذا الفصل. طب يعمل إيه العامل؟ العامل من حقه إذا حدث فصل تعسفي إنه يلجأ إلى مديرية العمل، يطلب عقد لجنة اسمها لجنة التسوية الودية. هذه اللجنة مكونة من مديرية العمل، رئيس أو نائبه، ثم عضو العامل أو ممثل العامل عضو، صاحب العمل أو من يمثله عضو.
وهذه اللجنة خلال 10 أيام من نشوب النزاع أو بدء النزاع تبدأ في عملها، وبتستدعي جميع الأطراف، وقدامها 21 يوم عشان تحل النزاع اللي بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية. إذا وصلوا إلى حل ودي أهلا وسهلا، هذا الكلام يتحط في جلسة في محضر ويمضى عليه كل الأطراف ويعود العامل إلى عمله. طب إذا تعذرت التسوية الودية، إذا تعذرت التسوية الودية بناء على طلب العامل أو طلب صاحب العمل، يا إما صاحب العمل يقول حولي لي الموضوع للمحكمة العمالية وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الأمر، أو إن العامل هو اللي يطلب من مكتب العمل يحول له النزاع للمحكمة العمالية. فعلى المحكمة العمالية أن تبت في أمر العامل إذا كان الفصل من جانب صاحب العمل، إذا كان الأمر المعروض على المحكمة يتعلق بفصل العامل، على المحكمة أن تبت فيها بصورة مستعجلة وأن يصدر قرار المحكمة خلال 3 أشهر من تاريخ عرض النزاع عليه. فإذا تعسف صاحب العمل تلزم المحكمة بقرار واجب النفاذ بتعويض العامل بأجر يعادل أجره لمدة 6 أشهر من تاريخ الفصل. لو كان عقد العمل اللي موجود بينه وبين صاحب العمل مبرم أو مجدد لمدة زادت على 5 سنين وصاحب العمل دون اختار العامل فصل العامل فصل تعسفي، عليه أن يلتزم بسداد ما يعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. أنا بتكلم على عقود العمل محددة المدة يا أستاذ أحمد، لأن في فرق بين عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة. إذا كان عقد العمل اللي بين العامل وصاحب العمل محدد المدة ومجدد لمدة تزيد عن 5 سنين وحصل الإنهاء من جانب صاحب العمل وأطلق عليه فصل تعسفي، يبقى في الحالة دي بيلتزم رب العمل أن يعوض العامل بما يوازي أجر عن كل سنة من سنوات الخدمة. طب إذا كان عقد العمل مفتوح بنسميه كده غير محدد المدة، إيه اللي يحصل؟ لو عقد العمل مفتوح غير محدد المدة يلتزم صاحب العمل عند الإنهاء وفصل العامل فصلا تعسفيا أن يعوض العامل بما لا يقل عن أجر 2 شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة. فإذا لم يحدث ذلك يلجأ العامل للقضاء زي ما قلنا قبل كده، من حقه أنه هو يلجأ للقضاء للمحكمة العمالية، ومن حقه يلجأ إلى مكتب العمل ويطلب تشكيل لجنة للتسوية الودية. اللجنة لم تحقق غرضها أو لأي سبب من الأسباب خارج عن إرادة اللجنة لم تصل اللجنة إلى حلول سلمية، يحال الأمر للمحكمة العمالية ويتم تعويضه بالقدر المطلوب. خلينا ندخل على آخر جزء في الحلقة الثانية أو الجزء الثاني الخاص بالناس اللي بيشتغلوا شغل حر أو الحاجة الخاصة بالفريلانسر. طبعا قانون العمل الجديد 14 لسنة 25 في الحقيقة أنا بعتبر من وجهة نظري يا أستاذ أحمد جاء بأمر في غاية الأهمية. أهمية هذا الأمر تكمن في إنه رتم الحياة اللي احنا عايشينه النهاردة وارتفاع الأسعار والضغط الكبير على الناس جعل الناس تلجأ إلى أكثر من وسيلة يعني للحصول على الدخل أو تحسين الدخل. هذا أمر لم يكن موجودا في القوانين السابقة، ولكن في قانون العمل الجديد شرح أنماط العمل الجديدة زي العمل عن بعد اللي بنسميها الأونلاين، وده بيتم من خلال الوسائل التكنولوجية، وده عمل مسموح به. يعني العمل عن بعد أحد أنماط العمل الجديدة، وهو العمل الذي يتم خارج مقر العمل مش مرتبط بموقع الشركة. هذا العمل بيتم باستخدام الوسائل التكنولوجية، واعتقد ان احنا في مجتمعنا الحالي نجد آلاف من الحالات بتتم بتطبيق هذه المنظومة. هناك ايضا نمط اخر من انماط العمل الجديدة اللي هي العمل المرن. ايه هو العمل المرن؟ العمل المرن ان انا ممكن اعمله لصاحب العمل دون تقيد بعدد ساعات العمل. انت طالب مني منتج معين او طالب مني ملفات معينة او طالب مني معدل اداء معين لمنظومة معينة، هعملها لك مش مرتبط بساعات العمل، انا هعملها لك في اي وقت، المهم ان انا بخلصها لك. هناك ايضا نمط اخر وهو نمط تقسيم العمل، هو ان انا صاحب العمل ممكن يوزع العمل على اكتر من 3 أو 4 طالما ان ال3 أو ال4 هيؤدوا العمل ده بدرجة معينة وبكفاءة معينة، وفي النهاية هيتقاسموا الأجر فيما بينهم. العمل الحر هو أحد أنماط العمل المتفق عليها وفقا لأحكام القانون. لازم يكون نوع العمل المسند ليه من خلال حضرتك كرب عمل مسند ومثبت بعقد اتفاق، وهذا العقد يحتوي على شروط اتفقنا عليه، يحتوي على شروط العمل، مدة ساعاته، طريقته، أدواته، الحاجات المتاح، الأجر المتفق عليه، الأتعاب المتفق عليها. يبقى لابد أن يكون هناك علاقة عمل مثبتة في كل أنماط العمل اللي قلتها لحضرتك دلوقتي من خلال عقد اتفاق يبرم بين صاحب العمل والعامل، ويتحدد في العقد الشروط والأوضاع والمواعيد والنتائج والأجرة اللي ناخدها أو الأتعاب اللي ناخدها. كل ده لابد أن يكون هناك عقد اتفاق موقع بين الطرفين.
الحاجة التانية طبعًا إن يكون هناك ضمانات كافية تثبت إن حضرتك بتنتمي ليه لعمل، بتقدّم لي برضه مستندات بتأكد ليّا كصاحب عمل مين الأستاذ أحمد رفعت، حاصل على إيه، مؤهلاته العلمية إيه، وضعه إيه، وأنا باضمن هذا الكلام. وسيصدر قريبًا قرارات إن شاء الله منظمة لهذا تنظم العمل. هذا الأمر، ومديرية العمل برضه يعني لن تبخل على العمال أو العاملات من وضع الآليات والأدوات المناسبة لتنفيذ العمل الحر، أو لتنفيذ العمل المرن، أو تنفيذ العمل عن بُعد، أو تنفيذ العمل بعض الوقت، أو تقسيم العمل. كل أشكال وأنماط العمل الجديدة التي وردت في ظل هذا القانون سيكون لها قواعد وضوابط قانونية لثبوتها، وضوابط قانونية لضمان حصول العامل الذي سيعمل بهذه المنظومة بهذا الشكل يحصل على أجره كاملًا. معالي المستشار أنا باشكر حضرتك جدًا، إحنا يعني حلقة جميلة ودسمة والستات هيفرحوا بيها جدًا طبعًا، أكيد هيفرحوا الستات طبعًا. ودي إن شاء الله عايزين نفرّح الستات يا أستاذ. مش هتكون آخر قعدة وزي ما تحت كانت مش أول قعدة، لإن إن شاء الله أكيد في ما بيننا لقاءات بإذن الله، إن شاء في الله. مستجدات بتتم، في أكيد قوانين طبعًا، بتتم أو أكيد طبعًا. قرارات بتصدر، وطبعًا لازم نكون منتظرين الكتاب بتاع حضرتك إن شاء الله إن شاء قريبًا الله، بإذن الله. إن شاء الله كتاب سيصدر قريبًا إن شاء الله. وعايز أقول لحضرتك قبل ما ننهي هذا اللقاء الجيد المثمر البناء، هناك قرارات وزارية ستصدر قريبًا منفذة لهذا القانون ومكملة لهذا القانون، وهتديني الdata بتاعة الدورة المستندية لقانون العمل أعملها إزاي. تمام. زي ما في اللقاء السابق مع حضرتك اتكلمت على أهمية عقد العمل، وأشرت إلى أن هناك قرار رقم 214 اللي هو بيتكلم على الدورة المستندية لإيداع عقد العمل بمديرية العمل. يبقى إحنا منتظرين بإذن الله مجموعة القرارات الوزارية اللي هتساعدنا أيضًا في فهم هذا القانون وفي شرح فحوى مواد القانون، وهتساعدنا أيضًا في تنفيذ الأدوات والآليات الخاصة بقانون العمل بما يضمن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل. باشكرك يا معالي المستشار، شكرًا جزيلًا. وإن شاء الله نتقابل في اللقاء الآخر إن شاء إن الله. شاء الله. شكرًا جزيلًا أستاذ أحمد، شكرًا جزيلًا. طبعًا باشكركم جميعًا، وإن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية هنبقى مع بعض في مواضيع مهمة جدًا زي اللي معالي المستشار بيتكلم معانا فيها، وبإذن الله ننتظركم تقولوا لنا رأيكم في اسم للكتاب اللي معالي المستشار إن شاء هيكتبه الله. إنه يا ريت، يا ريت يعني أنا عايز أحصل على آراء كثيرة. الكتاب يبقى عنوانه إيه؟ يعني ودي حاجة من الحاجات اللي معالي منتظر. المستشار يحب طبعًا. يسمعها مننا جميعًا إن شاء الله. منتظر رأي المشاهدين بإذن الله. وانتظرونا في الحلقة اللي جاية من بودكاست معرفة. سلام.